خالد عمر. لغة فرنسية. وأنا بتخصص في اللغة الفرنسية. فنبدأ باللغة الفرنسية. في مثلا كلمة كامبان وشامبان الندي عند الفرنسيين متوفرة بكثرة، اللي هي بيكتبوها جي ان. كلمة شامبان كلهم بتعرفوها جي ان. كامبان يعني برضو جي ان. فيها كلمات كثيرة جدا جدا، ده بالنسبة لنا. بعدين عندهم تاني الان بي والام بي بتتنطق نا ان ام بي وان بي. ده من التداخلات والتشابه. في جزء من الكلام الحمد لله قاله الأستاذ عباس، اللي هو فيه ما يخص العنج. العنج ديل هم في الفترة من 2500 ل 2300 اللي هي بسموها البري كارما. ديل موجودين في الجزيرة، وأنا نحن من صنوط، والعنج دي عندهم حتة نحن من أطفال بنسمع أهلنا بيقولوا هنا في دار العنج، هنا في دار العنج. فهي موجودة في الآثار، وبعد التنغيب أظن الأستاذ عباس كان عارف المعلومة دي. وبرضه أكيد اللغة العربية قبل الإسلام يعني. أنا كنت بسمع حباوتي وخالتي بيقولوا خلاص كفاية. بيقولوا كلمات مثلا حباوتي بيقول عقب، تمشي كده وعقب كده يعني. ماني عارفة، لكن نحن عشان التعليم بعد دخلنا المدارس ما لقينا الناس هناك في المدارس بيقولوا عقب وماني عارف وماني عارفة وشو. فبقت المسألة مسألة أسلوب، يعني ما مسألة كلمات. بالنسبة لبنتنا المفردات في اللغة العربية بتقاس بالملايين، لكن مثلا في اللغة الإنجليزية والفرنسية بالآلاف، عدد المفردات بالآلاف. يعني اللغة العربية دي مهما سقطت منها هي موجودة وقاعدة. بالنسبة للتجويد في الدارجة نحن عندنا بعض الاختلافات البسيطة مع التجويد. يعني مثلا كلمة ريح وريح والأرياح، الراء في التجويد بتكون مرققة في حالة واحدة، في حالتين تكون مكسورة. لكن هسه هنا نحن مثلا عندنا ريح وريح مع انها مفتوحة، والأرياح مع انها مفتوحة برضو مخففة. شكرا جزيلا. شكرا لك.